وممكن الفتق يخليه يبطل شغل. بالظبط. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا وقمه علميه كبيره في عالم الجراحات، وتحديدا في عالم المناظير الجراحيه، في عالم مثير اسمه عالم الفتق. النهارده زي ما قلت لكم واحد من ميجا ستار هذا المجال، اسم علمي من طراز رفيع واسم رائع على المستوى الجراحي والاداء العلمي الجراحي، حدث ولا حرج. الاستاذ الدكتور طارق شكري ابو علو، استشاري اول جراحات المناظير المتقدمه جراحات السمنه المفرطه، المؤسس والمدير التنفيذي لعيادات تالا التخصصيه بدمنهور، عضو كليه الجراحين الملكيه البريطانيه اللندنيه، دبلوم جراحه المناظير المتقدمه من معهد ايركارد ستراسبورغ الفرنسيه، عضو جمعيه الجراحين المصريه والسعوديه. الاسم الكبير. اهلا بيك دكتور طارق. اهلا وسهلا. شرف كبير لينا هذه الزياره. أهلا. ده الفتق ده موضوع شديد الاهميه، يمس شريحه كبيره جدا من المجتمع. بالظبط. ومرتبط كمان بشغل البني ادمين، يعني ممكن كمان شغلهم يزود درجه الفتق، وممكن الفتق يخليه يبطل شغل. بالظبط. في مراحل كده يعني كان زمان بنقول كده، بس دلوقتي يعني الى حد ما بعد المناظير الدنيا الحمد لله اتغيرت يعني. بس هو بيأثر على الحياه الاجتماعيه بشكل كبير قوي. بالظبط.